السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. لو أنت أول مرة تشوفني فأنا حسين محمد، بقدم محتوى تاريخي. في البداية محتواي كان مقتصر على التاريخ المصري، لكن أنا دلوقتي بفكر إني أتوسع وأغزو تاريخ العالم. تحمست شوية صح؟ سوري. ولكن ده ابتداء من الحلقة الجاية إن شاء الله أنا هغششكم هتكون عن اليونان، فتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان توصلك الحلقة الجديدة، وما تنساش تحط لايك للفيديو. ومن غير ما أطول عليك يلا بينا نبدأ. بص يا معلم، عشان تفهم التاريخ المصري ويبقى سهل عليك هنقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى بيكون فيها فترات القوه، وبتوصل مصر لاعلى درجات القوه، مش بس في مصر، دي بتفرض سيطرتها على البلاد اللي حواليها. والفترات دي بتنقسم لعصر الدوله القديمه وعصر الدوله الوسطى وعصر الدوله الحديثه. اما المرحله الثانيه من التاريخ المصري فيها فتره الاضمحلال، وبتوصل فيها مصر لدرجه كبيره من الضعف، وبيكون فيها صراعات داخليه وصراعات خارجيه. وبتنقسم مرحله الاضمحلال لثلاث مراحل: عصر الانتقال الاول وعصر الانتقال الثاني وعصر الانتقال الثالث. اما الفتره الثالثه فانا احب اسميها البدايه والنهايه. البدايه اللي هي فتره بدايه الاسرات، والنهايه اللي هي العصر المتاخر. الله عليك كرياتيف. احنا اللي يهمنا من ده كله ثلاث حاجات: عصر الدوله الوسطى وعصر الانتقال الثاني وعصر الدوله الحديثه. زي ما لسه قال لك من شويه ان الدوله الوسطى من فترات القوه في مصر القديمه، ولكن زي ما قال لك ابن خلدون، وخد بالك الاول كان كلامي انا، دلوقتي هيبقى كلام ابن خلدون عشان بس ما تخلطش كلام العلماء في بعض. وايوه انا عالم، ولو مش عاجبك كمل الفيديو عادي انت براحتك. ابن خلدون بيقول لك ان الدوله زيها زي الكائن الحي، لازم تعدي على مراحل. في الاول بتتولد، بعدين تكبر وتنضج، وبعدين تموت. واي دوله في العالم بتعدي بالمراحل دي، ومنها الدوله الوسطى. في اواخر حكم الدوله الوسطى، وبالذات في عهد الملك امين محات الرابع، هتبدا الدوله في الضعف والانهيار، وبعده بتحكم وللمره الثانيه في التاريخ المصري ملكه اسمها سوبك نفرو. علما بان اول ملكه كانت حكمت مصر اسمها النتكريس، كانت في اواخر الدوله القديمه، وبعدها برضه الدوله سقطت. وكفايه كده عشان بتوع الفيمينست هيمسكونا عجن في الكومنتات. نرجع لموضوعنا. بعد الدوله الوسطى بيجي عصر الانتقال الثاني، وزي ما قلت لك من شويه ان هي فترات ضعف وصراعات داخليه. واللي هيبدا الصراعات الداخليه دي اسرتين بيحكموا في نفس الوقت: الاسره ال 13 في الجنوب، واللي هم الحكام الوراثيين للاسره 12 اللي كانوا قبلهم، والاسره 14 في الشمال. مين هينتهز الفرصه ويستغل الصراع؟ ايوه برافو عليك، الهكسوس. ولكن في نقطة هنا عايز اوضحها لك، ان الهكسوس قدروا يغزوا مصر وكان معاهم اسلحة حديثة زي العجلات الحربية اللي ما كانتش مع المصريين. والكلام ده كله غلط، لان الرواية دي رواها مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس، كان عايش في مصر في القرن الاول الميلادي، في الوقت اللي كانوا فيه الاغريق بيحتقروا اليهود بدرجة كبيرة، وكانوا شايفين نفسهم بحروب طروادة اللي عدى عليها اكتر من 1000 سنة. فيوسيفوس عشان يعلي من شأن اليهود قدام الاغريق قال ان اليهود والهكسوس هم نفس الشيء، وانهم قدروا يحتلوا مصر ويغزوها باسلحة حديثة هي مش موجودة اصلا مع المصريين. كان مهم ان افهمك النقطه دي لانها كارثه في التاريخ المصري. لكن الصح ان الهكسوس هم من قبائل رعويه، لا كانوا جنود ولا يعرفوا حاجه عن الحرب اصلا. وفي موطنهم اسيا تعرفوا على الشكل الحلقي، وقدروا انهم يجسموا الشكل ده ويستخدموه في حياتهم اليوميه. ومن الشكل نفسه ابتكروا الكريتا او العربيه الكارو عشان ينقلوا بها متاعهم اليومي ويستخدموها في التجاره. يعني هي اصلا ما كانتش عجله حربيه. القبائل دي بدات تدخل مصر في منتصف الدوله الوسطى في عهد الملك سنوسرت الثاني. وزي ما قلت لك ان الدوله الوسطى كانت قويه، وملوكها كانوا مسيطرين على النوبه في الجنوب. في بعض المراجع بتقول ان امير مصري هو اللي كان بيحكم الشام. يعني الهكسوس مش هيفكروا انهم يلعبوا بالنار، ده هم دخلوا بغرض سلمي. ولكن بعد سقوط الدوله الوسطى هيستغلوا ضعف حكام الاسره 13 والاسره 14، وخصوصا الاسره 14 اللي هي في الشمال لانها كانت ضعيفه جدا. وكالمعتاد لحد النهارده ان شمال مصر بيبقى مركز تجاري عالمي، فكان من السهل تقبل فكره دخول ثقافه جديده. فيقوم الهكسوس مطيرين الاسره 14 ويتخذوا لهم عاصمه اسمها اواريس في تل ضبعه، ويعلنوا نفسهم ملوك بعد ما كانوا رعاه. خد بالك ان الهكسوس كان عدى عليهم اكتر من 200 سنه موجودين في مصر وبيتكاثروا فيها، يعني كونوا جيش. وفاكر العربيات اللي قلت لك عليها اللي هم كانوا يستخدموها في المتاع اليومي في التجاره، طوروها وبيجوا يستخدموها استخدام عسكري، وشويه شويه يفرضوا الضرائب، وقالوا اللي هيعدي الخط ده هيموت. يعني تقدر تقول اتمسكنوا لحد ما تمكنوا، واي حاجه تغضب المصريين كانوا يعملوها. ومن وجهه نظري ان القشه اللي هتقسم ظهر البعير هي ان الهكسوس هيتخذوا من الاله ست اله رسمي للدوله. لو ما تعرفش الاله ست يا صديقي، فهو اله الشر عند المصري القديم، وهو اخو اوزوريس اله الخير اللي هيبقى اله الموتى في العالم الاخر بعد ما ست هيقتله. قتل اخوه. مش بس كده، ده لما حورس اللي هو ممثل العقيده الملكيه واللي هو ابن اوزوريس هيطالب بحق ابوه وانه يسترد العرش، ست هيروح يفقع له عينه، فقع عين ابن اخوه. المهم ان المصريين كانوا بيكرهوا ست، وكانوا بيصوروه باي حاجه وحشه مثلا زي الخنزير. فلما الهكسوس يتخذوا من الاله الشرير ده اله رسمي للدوله وتخليه في مرتبه امون وبتاح ورع، دي كانت تقيله عند المصريين، ويقرروا انهم لازم يطردوا الهكسوس. وكاي احتلال في العالم لازم يكون في قوه بتتصدى ليه. القوه دي كانت طيبه،
مركز الكفاح بقيادة سقننرع. من القصص اللي انا شايفها الصراحة مضحكة ومستفزة في نفس الوقت هي اللي عملها الملك ابوفس. مين ابوفس؟ ابوفس هو نظير الملك سقننرع، يعني سقننرع بيحكم المصريين في الجنوب وابوفس بيحكم الهكسوس في الشمال. فابوفس حاسس ان سقننرع بيخطط لحاجه، في حاجه غريبه بتحصل تحت، بس هو ما كانش عارف اذا كان هم بيجهزوا الحرب ضده ولا هم عايزين ينفصلوا عن مصر وهو يرتاح في سلام في الشمال. فعشان يجس نبض سقننرع ويتاكد اذا كان هو بيخطط لحاجه ولا لا، بعت لسقننرع رسول يقول له ان افراس النهر اللي في بحيره الجنوب عندك بتطلع صوت مزعج مش عارف يخلي جلالته ينام. ثواني، ابوفس اللي هو عايش فوق في تل ضبعه بيبعت لسقننرع تحت في الجنوب يقول له ان افراس النهر بتطلع صوت مزعج مش عارف ينام فوق، علما بان بين المدينتين بين طيبه وتل ضبعه 500 كيلو. شفت استفزاز اكتر من كده؟ يعني انت محتل وفوق كده كمان يعني مش عاجبك وكمان بتستفزني. فسقننرع حس ان دي مكيده وان ملك الهكسوس بيعلن الحرب ضده، فامر بانه يعملوا مائده فخمه ما يقعدش عليها غير رسول ملك الهكسوس بس، وانه ياكل ويتبسط. وبعد ما يخلص سقننرع يقول له حاضر هننفذ كل اللي جلالته بيأمر بيه. وبعد ما بيمشي الرسول سقننرع بيجمع قواده وبيقول لهم اللي حصل وبيقول لهم ان ده وقت الكفاح ولازم يحاربوا دلوقتي. وفعلا سقننرع يتجه بسرعه ناحيه الشمال وبدون اي تخطيط يتفاجأ بقوات الهكسوس، جيش ضخم، عجلات حربيه اللي هي اساسا قلت لك ان هي كانت عربيه كارو وهم طوروها واستخدموها في الاستخدام الحربي. فكان جيش الهكسوس سريع جدا على جيش المصريين اللي هم اساسا جايين من تحت من الجنوب مسافرين لحد الشمال فوق ماشي على رجليهم، فطبعا كانوا تعبانين ومنهكين. وبسرعه كبيره يتهزم جيش المصريين ويموت سقننرع بعد ما يتضرب بضربه غدر، واللي هتشوفها وتلاحظها في المومياء بتاعته ان هو مضروب بسكينه تحت اذنه ونازله لحد رقبته، وبعد ما يوقع يسيبوه؟ لا، ينزلوا عليه ضرب لحد ما يكسروا جمجمته. فيتم نقل جثمان سقننرع لطيبة بسرعة وهناك يتعمل له عمليات التحنيط. واللي هيتولى الكفاح بعده ابنه كاموس. متى كان عمرك عندما علمت ان كاموس يبقى ابن عم راموس في الرضاعة؟ لا صديقي بهزر تقلقش. كاموس هيقدر انه يجمع قواته والقاده بتوع ابوه ويقول لهم ان هو عايز يحرر مصر من الهكسوس، ولكن المفاجاه ان القاده بتوعه بيخذلوا وكانوا مستسلمين تماما للهكسوس وخايفين انهم يتهزموا مره ثانيه. وقالوا لكاموس ان الهكسوس من الصعب التغلب عليهم وانهم بقوا اقوى من الاول وانهم مش بس مسيطرين على الدلتا، لا ده كمان سيطروا على مصر الوسطى، فسيبهم في حالهم واحنا خلينا في حالنا، معانا ارض الجنوب بنحكمها وكله زي الفل. وهنا هيغضب كاموس ويقرر انه يسيبهم وينزل للشعب بنفسه ويقول لهم انهم محتاجهم معاه عشان يحرر مصر وانهم ما ينفعش يرضوا بالذل والاهانه اللي بيعاملهم بيه الهكسوس. وكانت المفاجاه ان شعب مصر وقف مع كاموس وقرروا انهم يواجهوا معاه الهكسوس. كاموس هيقعد مع نفسه ويقرر يشوف ايه الغلطه اللي وقع فيها ابوه عشان يصلحها، لان لو هو خسر الحرب دي اكيد الهكسوس مش هيسكتوا وهينقلوا قوتهم للجنوب، فكان لازم ضرباته تكون سريعه ومدروسه. وكان شايف ان الغلطه اللي والده وقع فيها انه راح يحارب الهكسوس بدون اي تخطيط، وقرر انه بدل ما يروح على رجله ويوصل تعبان وما قدرش يحارب، لا ده احنا هنعمل مراكب تنقلنا من النيل بسرعه وبهدوء تام من غير ما يسمع الهكسوس. واول ما وصل مدينه الاشمونين يبعت جواسيس ويستطلع الاحوال عند الهكسوس. بعد ما اتاكد ان هم غير مستعدين للحرب نزل عليهم زي الصقر. اول ما الهكسوس يشوفوا المصريين يسيبوا المدينه ويجوا، لكن كاموس قرر انه ما يسيبهمش ولازم يقتل اميرهم. ولما الهكسوس يبطئوا حركتهم وخلاص يحسوا ان هم في امان يلاقوا الجيش المصريين جاي وراهم جري، ويقدر كاموس انه يقتل قائدهم ويأسر زوجته وابنائه. ولكن معركه ورا معركه يموت كاموس، واخر حاجه قالها في ارض المعركه انه كان بيوصي اخوه احمس بانه يقول لجدته تيتي شيري، هي اسمها كده والله، يعني انت يعني عديت كاموس وعديت احمس وسقننرع وابوفس واوزير وست، هتمسك لفتيتي شيري؟ يا عم عدي يا عم عدي. كان بيوصي اخوه احمس بانه يقول لجدته تيتي شيري بان كاموس لحق بابوه ومات موتة سقننرع. وبعد موت كاموس رجعت العزيمه للهكسوس، خصوصا انهم عرفوا ان باقي عيله سقننرع كلها اطفال ونساء، وان اكبر واحد فيهم عيل اسمه احمس عنده 10 سنين. ما كانوش يعرفوا ان الطفل اللي هم مستخفوا بيه ده هتكون نهايتهم على ايده. ووراء كل رجل عظيم امراه، واللي كانت وراء احمس امه حتب مش اياح حتب، اللي هتربيه من هو صغير على انه يكره الذل والاستسلام للهكسوس وانه لازم يجيب حق اخوه وابوه. وفي الفتره دي هي اللي هتحكم مصر وهتعمل علاقات كويسه مع حكام جزيره كريت بانهم يساعدوها من الناحيه العسكريه، بحيث ان تكون جزيره كريت بتهجم من الشمال والمصريين بيهجموا من الجنوب، وفي النص الهكسوس، لحد ما يتولى احمس حكم مصر وهو عنده 19 سنه. في الوقت ده يبعث حاكم الهكسوس رساله لملك النوبه العليا بيعرض عليه التعاون بان ملك النوبه العليا يهجم بجيشه على مصر، بس احمس مش هيستنى لحد ما يعملوا عليه تكتيك الكماشه ويقرر بانه يهجم على الهكسوس. الهكسوس كانوا عارفين ان احمس هيهجم عليهم، ولكن ما توقعوش انه يوصل بالسرعه الكبيره دي، لان احمس كان مجهز جيشه بالعجلات الحربيه، ومعركه ورا الثانيه قدر انه يطرد الهكسوس من مصر. مش بس كده، قرر انه يمشي وراهم لحد ما يخلص على اخر واحد فيهم، وبعد ما خلص على الهكسوس رجع مصر وبدأ يبص على الجنوب.
اللي كان عايز يتحالف مع الهكسوس ضده، وفعلا عمل 3 حملات حربية ضد أمير النوبة العليا، وكده تستقر الأوضاع في البلاد وتبدأ الدولة الحديثة. اللي ملوكها هيعرفوا أطماع البلاد اللي حواليهم بأنهم عايزين يستولوا على مصر، فيبدأوا يغيروا تفكيرهم من استراتيجية الدفاع وإن أقعد في حالي حال نفسي لاستراتيجية الهجوم، وإن لازم أتغدى بعدوي قبل ما هو يتعشى بي. فيكون لمصر والأول مرة جيش يدافع عنها. هتقول لي أمال الأول ده كان إيه؟ هقول لك إن الجيش في الأول كان عبارة عن خليط من أبناء الشعب هم أصلا غير مدربين ولا يعرفوا حاجة عن الحرب، على شوية من جنود الأقاليم اللي هم أساسا تابعين لأقاليمهم، على شوية من الجنود المرتزقة اللي هم ولائهم مش لمصر، هم ولائهم للفلوس. لكن في الدولة الحديثة هيكون في جيش بالشكل الصح، وكمان جنبه أسطول بحري بيدعم، وتوصل حدود مصر في أقصى اتساع ليها، وملوكها حكموا من تركيا في الشمال لحد منطقة القرن الإفريقي أو بلاد بونت في الجنوب، ومن ليبيا في الغرب لحد العراق في الشرق. ولكن أفكرك بكلام ابن خلدون بأن أي دولة بتتولد لازم تموت، وده اللي هيحصل للدولة الحديثة. وبس، توتا توتا، خلصت الحدوته. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنساش تحط لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.